بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. إن شاء الله النهاردة هنكمل في كتاب Social Engineering The Science of Human Hacking. هنشرح النهاردة الفصل الثاني. الفصل الثاني عندنا هنا في الكتاب اسمه Do you see what I see؟ انت شايف اللي انا شايفه من الاخر يعني. واول سطرين كده كاتب قال مقولة من شخص، قال الفشل مش شخص، ده مجرد حدث بيحصل. يعني ما تعقدش الدنيا، ما تحكمش على نفسك بالفشل، وهو بس حصل لك حاجة وقعتك شوية، قوم مكمل عادي يعني والدنيا هتبقى زي الفل. اول حاجه يعني ايه اوسنت؟ اوسنت اللي هو اوبن سورس انتليجنت، يعني استخبارات مفتوحه المصدر. يعني ايه؟ يعني تجيب معلومات عن الهدف بتاعك من خلال حاجات منشوره للعامه زي الانترنت، السوشيال ميديا والمواقع. مش حاجه مقفوله وانت لازم تهكر سيستم او توصل لشبكته او توصل لتليفونه عشان تجيبها. ودي بقى هي عصب او يعني دماغ، او اهم حاجه في السوشيال انجينير. يعني مفيش خطه اختراق اجتماعيه مثلا محترمه من غير ما تعمل اوسنت. لازما الاوسنت دي شيء مهم، لازما اي سوشيال انجينير لازما يستخدمه. تبدا منين انك تجيب المعلومات؟ واحده من اكبر الغلطات انك تقول انا عايز كل المعلومات عن الهدف. يا معلم انت كده هتوه وتبوظ الدنيا. كل حاجه حسب الحاجه اللي انت عايزها، يعني انت عايز تعمل حاجه معينه. طب دلوقتي انا اوضح اكتر ماشي. علشان كل معلومه ليها قيمه معينه، وبتختلف حسب نوع الهجمه اللي انت ناوي تعملها. مثلا لو انت ناوي تعمل مثلا ايه فيشنج عن طريق ايميل، هتركز اكتر على الحاجات اللي الشخص بيحبها، اهتماماته، الحاجات اللي ممكن تغريه، الحاجات اللي هو بيشتري فيها، الحاجات زي كده. تمام. لو ناوي مثلا تعمل فيشنج اللي هو فيشنج عن طريق التليفون، يبقى تدور على وظيفة، مكان شغل، بيتعامل مع مين، بياخد مكالمات من مين، تركز على الحاجة اللي هتساعدك في المهمة بتاعتك. طب لو ناوي تدخل شركة انسايد، يبقى تدور على مين ممكن تقابله جوه الشركة، هل في تشيك وانت داخل، مواعيد الشغل ايه، والدنيا دي. تعمل اوسنت حسب مقدار الحاجة اللي انت عايز تعملها. يعني مش اللي هو انا عايز اجمع كل المعلومات وخلاص، انت كده بتضيع وقت. تمام. ايه حجم الانترنت والكارثه الكوميديه اللي هو اتكلم فيها الكتاب؟ المؤلف هنا بيقول لك طبعا، بس عشان نفتكر، الكتاب معمول من 2018 وهيقول ارقام وحاجات في 2017. تمام، بس عشان نذكر يعني. المؤلف هنا بيقول لك في اكتر من 4.5 مليار موقع انترنت متأرشف، غير بقى مع حاجات اللي على الدارك ويب والداتا اللي فيها ومتأرشفه كل الشغل ده. ومجمل الداتا اللي على الانترنت ممكن يوصل ل 10 يوتابايت. يعني ايه يوتابايت؟ يعني 10 وجنبها 24 صفر كده، الرقم ما تتخيلوش اساسا بعقلك بس. يعني معلومة كبيرة جدا من الداتا اللي على النت. طب تخطيط قبل ما تعمل تبدأ في تجمع معلومات او اي حاجة، قبل ما تغوص في البحور بتاعت النت دي وتشوف الدنيا دي كلها، لازم تكون عارف انت عايز ايه بالظبط. المؤلف جايب لك جدول لأسئلة هتساعدك تفهم ايه اللي انت بتدور عليه، وايه اللي بيساعدك في تحديد نوع الهجمة واحتياجك. من الأسئلة مثلا انت بتسألها لنفسك، هل انت بتستهدف مؤسسة او بتستهدف فرد؟ تعال نتكلم، انت بتستهدف مؤسسة. اول في كده كام سؤال عايز تسألهم لنفسك: بيستخدموا الانترنت ازاي؟ عندهم سياسات نشر على السوشيال ميديا ولا لا؟ او ازاي يعني؟ بيشتغلوا مع شركات ايه؟ عندهم كول سنتر ولا لا؟ فين اماكنهم في كل حتة؟ تمام. لو انت دلوقتي عايز تستهدف فرد، بيستخدم اي سوشيال ميديا؟ ايه السوشيال ميديا اللي بيستعملها؟ فيسبوك ولا انستجرام ولا ايه؟ هواياته ايه؟ بيروح فين؟ اسرته مين؟ بيشتغل ايه؟ ساكن فين؟ هل عنده ممتلكات؟ هل بيكتب في منتديات؟ مين صحابه؟ مين قرايبه؟ معلومات عنه، مين الناس القريبه منه حرفيا. بت... لازم تسال كل اسئله انت ممكن تبقى عايز تجيبها في دماغك عن اي حاجه دي وتحددها قبل ما تبتدي اي حاجه. دلوقتي هنتكلم على مثال حقيقي حصل في 2017 لمدير الاف بي اي في وقتها. يعني بص، بيضرب السما على طول. مطاردة حصلت على حساب تويتر بتاعه. في باحثة في سنة 2017 على النت قررت تدور على حسابات جيمس كومبي، اعتقد مدير الاف بي اي. هو الاسم هو صح، هو مدير الاف بي اي، بس انا بقول اعتقد انا قلت الاسم صح ولا غلط. على السوشيال ميديا مفيش اي دليل انه عنده اي حسابات خالص، فالبحث صعب جدا. لكن فاكر لما قلت لك ان الاستماع واحد من اقدم الطرق في الاوسنت؟ تقريبا قلتها في الفصل الاول. الاستماع يعني من مهارات الأوسنت. في مهارات كتيرة، الاستماع والمراقبة، حاجات كتير كده هنفضل نتكلم فيه مع الوقت يعني. الراجل في ظهور إعلاني ليه اتكلم، قال انا عندي حساب تويتر وانستجرام. هنا قربنا الدنيا شويه، بدل ما هنفكر في اكتر من 60 و100 منصه، لا احنا قلنا بس ايه؟ تويتر وانستجرام، منصتين بس هنركز عليهم.
ومن هنا المطاردة بدأت. دورت على ابنه، لقت ليه تويتر. ابنه هنا بنتكلم عن ابن مدير الاف بي اي اللي هو ليه صلة ليه، وطبعا دي اصلا نقطة ضعف تانية اللي هو عيلتك تعرف كده. ما علينا. وربط وربط وكمان كان رابط حساب انستجرام بتويتر، بس الانستا كان برايفت، فما طلبت تتابعه على الانستا. اتنين، طلبت تتابعه على الانستا وهي مستنيه الانستا يقترح ناس تعرفهم. لقيت حساب واحد اسمه ايه غريب شويه. ايوه، لقيت حساب جيمس كومي اللي هو اللي احنا عايزين نتكلم عليه. كتب عن شخص قبل كده في بحث جامعي بالاسم ده، فهي قالت الاسم ده انا كده عارفاه. فدورت على حساب تويتر بنفس الاسم اللي هي لقيته من الاقتراحات، من حساب ابنه، من حساب هو كان بيكتب عنه قبل كده في جامعه. دي لفه كبيره، بس هو حرفيا الاسم دي كلها لفه. فبعد ما دورت على تويتر بنفس الاسم لقت 7 حسابات. واحد منهم كان اسمه بروجكت اكسل 7. ده اسم حساب جيمس كومي، اطلقه من زمان لما كان محامي. وهي كده وصلت لحسابه من غير حتى ما تخترق القانون، ولا حتى تعمل اي هاكينج، ولا تعمل اي حاجه. كل ده بس بالاوسنت. راحت لهنا، لا جابت من هنا 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 هنا، ولسه واحنا طالعين يعني قدام في الكتاب شويه هنتكلم عن حاجات متقدمه اكتر بكتير يعني. خلاصة الجزء ده لازم تحدد انت بتدور على ايه بالظبط. حجم الداتا ضخم جدا، فانت لازم تكون منظم. والاوسنت ممكن تكون تقني عن طريق تولز، او ممكن تكون غير تقني عن طريق ملاحظة، كلام، صور، فيديوهات. ممكن توصل لمعلومة ذهبية من خط بسيط بس. في الجزء ده من الكتاب كده الكاتب اتكلم قال لك هل توثق ولا لا، من خلينا تكتب نوتس يعني كده. السؤال هو ده السؤال. قبل ما نغوص اكتر في الاوسنت وانواعه وازاي الدنيا بتاعته، الكاتب بيجي يقول لك لازم توثق ولا لا. فهو بيقول لك اوثق ولا لا، مش ده السؤال. السؤال الحقيقي توثق ازاي وتوثق قد ايه. اكيد يعني يا شباب، انت واحد بتجمع معلومات، بتقول اكتب ولا لا. مفيش حاجه اسمها عقلك بيجمع كل ده. تجربة الكاتب مع الموضوع ده، في الأول لما كان شغال لوحده كان بيقول لك تطبيقات النوت باد والشغل ده، أو يكتب حتى في ورقة حاجة زي كده. ممكن يعمل فولدر لكل عميل ويقسمه معلومات شخصية، معلومات عن الشغل والعيلة، ويميز كل حاجة بلون عشان كل حاجة تكون منظمة يعني وكده. جميل لحد هنا. بس بعد وقت لما الفريق كبر وبقى في ناس كتير شغالين معاه على نفس المشروع، وساعتها حس ان النوت باد مش هتنفع. يعني مش هيقعدوا يدوا بعض فلاشات على الفولدر اللي هو عامله، ولا حتى يشاركوا بعض الورق. الكلام ده خالص مش منطقي ومش فعال. طبعا جرب حاجات اونلاين، فكر في استعمال حاجات زي جوجل درايف او تطبيق او الكلاود ابس وكده، بس واجه 3 مشاكل. بيجمع معلومات هو شغلانه اوسنت بيجمع معلومات حساسه، ممكن تكون فيها ارقام تامين اجتماعي، الاي دي بتاعك، بياناتك البنكيه، وشغل زي ده. طب ما كل ده حاجات حساسه، ما ينفعش اي حد يشوفها حتى لو كلاود ده حد مثلا ايه. طب لو حصل مثلا ايه اختراق للكلاود ده، ما انت حاجتك كلها باظت وشغلك انت تسرب. فاهم؟ تاني حاجة، مفيش سيطرة على الوصول للمعلومات أو إدارتها. تالت حاجة، كلمة سحابة نفسها بتخوف عملاء كتير. لما مثلا بيجي يشترك معايا شركة وهو يعني يعمل عملية اوسنت ونجيب معلومات عنكم وكده، يقول طب هتحفظ الحاجة منين؟ مثلا ايه، احفظها على الكلاود. قال لا 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 خلاص مش عايز. في عملاء بيخافوا من فكرة الكلاود برضه عشان موضوع الاختراق وتتسرب، او انت الكلاود بتاعك يتهاك وكده. الحل اللي هو عمله بنفسه، قرر يبني سيرفرات خاصة بيه. اشترى مساحة سحابية، اشترى مساحة قصدي في مكان استضافة أمان، وبنى في بي ان، وثبت عليه البرامج اللي هو واثق فيها. وكل ده وراه طبعا راوترز وفي بي ان وفاير وولز. وكده بقى عنده التخزين والإدارة والنسخ الاحتياطي ونقل وتأمين البيانات. طبعا انت مش هتحتاج تعمل كل ده كشخص بتعمل اوسنتي في البيت. بس هو يعني بيتكلم بقى من ناحية شغل بقى، وشغل عالي كتير جدا يعني. كتاب تعمق. الخلاصة، ممكن يبقى عندك طريقة مختلفة، بس الأهم إنك تاخد موضوع التوثيق وتأمين البيانات بجدية. يعني من الآخر يعني برضه ما تكتبش يعني النص يعني أكيد يعني في. ممكن نقول ايه مثلا في حاجه خطيره جدا، ما تكتبش مثلا النوتس بتاعتك في جروب تليجرام انت عامله مفيش حد فيه. لا، مفيش حاجه اسمها كده. في ادوات وبتات ودنيا على التليجرام. ممكن مثلا تجيب النوت بتاعتك. فمن هنا يعني ضربت بس حته التليجرام دي عشان اقول لك امن نفسك من الاخر، امن نفسك. لانك بتتعامل مع معلومات شخصيه، فحافظ عليها كانها سر وما ينفعش اي حد يشوفها. تمام، دلوقتي هنتكلم عن النون تكنيكال اوسنت، اللي انت تعمل استخبارات وجمع معلومات من غير جهاز حرفيا. ببساطة، ده نوع من جمع المعلومات من غير ما تستخدم كمبيوتر بنفسك خالص. يعني ايه؟ يعني ما تفتحش جهاز وتبدأ تهكر او تبص على ملفات. كل اللي بتعمله بيكون بس عينك وودنك ولبسك، وكل حاجة فيك انت بتسمع وتلاحظ.
مثال، تبص على الناس اللي وهم داخلين المبنى، تشوف مين معاه كارت دخول، تشوف هو بيفتشوهم ولا لا، تشوف في سكيورتي بيعمل تشيك على الكارت دوت، الباب بيستخدمه ازاي، اللبس بتاعهم ايه مين اسم المراقب اللي هو بيراقب الكروت وانت داخل. ده نوع مهم جدا من الاوسنت. في حاجه كمان عايز اتكلم عنها، الدي او اكس اي ان جي. ده تلخيص كده الدوكسنج. ده مصطلح في عالم الهاكينج، معناه انك تجمع معلومات شخصيه عن شخص معين وتعمل له حاجه زي ملف كده، الملف يبقى باسمه، الملف بقى فيه كل حاجه. ده طبعا اللي احنا بنعمله ايه في الاوسنت. انا حابب بس اقول مصطلح عشان لو انت شفته قدامك الدوكسنج تبقى عارف فايدته ايه يعني. الاوبزرفيشنال سكيلز، دي مهارات المراقبه. الكاتب بيقول لك ان في زمن السوشيال ميديا والميمز والايموجيز والدنيا دي كلها ما بقيناش بنركز، ومع حق طبعا، ما بقيناش بنركز على التفاصيل نهائيا. الناس ماشيه في الشارع زي الزومبي ماسكين الموبايل ومش شايفين قدامهم، وده بيخلي اللي عنده مهاره ملاحظه، يعني شخص مميز جدا في المجال ده. طبعا حصل يعني الواحد دلوقتي ما بقاش يشوف فيديو اكتر من نص ساعه. يعني الفيديو بتاعي ده اللي هو دلوقتي ده، انت لو كملته للاخر على مره واحده انت اسطوره يعني، بصراحه احييك على كده. كله بقى عايش شورتس وحاجات من اللي هي بتقلل من الانتاجيه وتديك وهم العلم وانت اساسا مش بتبقى عارف غير اسم الحاجه بس. نخش بقى على الجد، واول سيناريو الكاتب قال لنا سيناريوهين في النون تكنيكال اوسنت. سيناريو منهم نفع الاولاني وكان بصراحه قمه في العبقريه، بس انا هحاول الخصه مش هنطول فيه قوي. اول سيناريو المطلوب من الراجل اللي عمل الكتاب، انك تدخل اوضه البريد في مستشفى كبيره او في وحده رعايه صحيه كبيره، من غير ما تهاك حاجه ولا تنط من شبابيك، لا تخش عادي جنبك زي الناس كلها تشوفك وده عادي. هتعملها بقى ازاي؟ اول حاجه، في حاجات كتيره كتيره لازم تركز عليها. اول حاجه اللبس، تلبس يونيفورم زي مثلا شركه مكافحه الحشرات. ده اللي حصل وده سيناريو حقيقي كاتب بيحكي حصل. حصل معايا يعني وكده في عمليه من عملياته، عمليه كانه رايح يبوظ الدنيا. صح، هو بيبوظ الدنيا لحد ما يلبس يونيفورم شركه مكافحه حشرات مثلا، ويعمل نفسه جايين يرشوا عناكب وجايبين معاهم سم ازرق، وفي الحقيقه اساسا السم الازرق ده هو كان بيقول ده عصير. تاني حاجه، تراقب الدخول والخروج. يعني ايه؟ مشوا حوالين المبنى كذا مره وشافوا فين الكاميرات وفين الناس بتدخل وفين الناس بتخرج، وهل في موظفين بيقفوا مثلا بيخشوا بكروت، هل في مثلا موظفين بيدخنوا بيخشوا من حته كده مثلا ايه، غير طبعا الباب الاساسي يعني كده. تالت حاجه، المحاوله طبعا فشلت وهم داخلين اول مره. ليه؟ اول ما هم دخلوا ومشوا حبه كده، واحد وقفهم من الامن قال لهم انتوا معاكم تصريح بالدخول؟ قالوا له لا. بعد كده راح قالوا له لا. بعد كده راح شاف الليسته، قال لهم انتوا مش موجودين ما ينفعش تخشوا. فقاموا طالعين تاني. وبعد كده بس وهو واقف بيتكلم معاه، لاحظ ودي حاجه مهمه جدا، لاحظ من مهارات المراقبه اسمه من على الاشاره اللي بتبقى على صدره، او على صدره، هي بتبقى مكتوب عليها اشاره الموظف دي. فلما طلع تاني قعد يقول طب انا هخش ازاي. حاول يدخل طبعا في الزحمه والامن وقفوه وسالوه، قالوا انت جاي منين ورايح فين، وطلع تاني. ولما لاحظ اسم الراجل كان اسمه اندرو. فبعد كده الخطة البديلة ايه؟ خرجوا وقعدوا يلفوا شوية لغاية ما شافوا موظفين بيدخنوا. طب ايه بقى؟ طب دول بيخشوا منين؟ اكيد مش بيخشوا من الباب اساسي. مشوا حواليهم شوية وكأنهم بيفحصوا المبنى من الخارج، واستنوا معاهم لما فتحوا الباب دخلوا وراهم. طبعا ما كانش ده الباب الاساسي. بعد كده لما دخلوا هم كده دخلوا المبنى مش من الباب الاساسي اللي هم ايه بيتفتشوا عليه، فدي ايه حاجة زي الفل. بعد كده لقى قدامه السكيورتي وكده، فقام على طول راكب الاسانسير. والمشكلة الاسانسير ما كانش بيطلع غير حد بكارت. فلقوا الاسانسير وما قدروش يعملوا ايه، فما قدروش يشغلوا الكارت. بس لحسن الحظ كان في حد جوه، يعني حظهم جامد والله. في حظ كتير يا جماعه، والله في حظ كتير قوي عشان تخش مبنى او حاجه زي كده. فكك من الافلام وتقول لك كل حاجه محسوبه، هم كانوا حاسبين حاجه وطلعت حاجه تانية خالص. في موظفه كانت هناك في الاسانسير، فالبنت اللي كانت مع الباشمهندس اللي هو بتاع سوشيال انجينير، قالت له ايه، ما تخلص بقى يا باشمهندس انا جعانه قوي والله هموت من الجوع. فالست بقى الطيبه اللي كانت معاهم في الاسانسير، ده حصل فعلا يا شباب، الست الطيبه اللي كانت حصلت في الاسانسير قالت له اكل البنت المسكينه وقف الشغل. قال لازم نوقف الشغل، لازم نوصل لاوضه الميل، لاوضه البريد ونخلص شغلنا الاول وبعد كده نروح ناكل ونظبط كل ده. فايه قامت قالت له خلاص انا هوصلكم، وقامت عامله الكارت ووصلتهم. يا سلام. الخطوة الأخيرة، لقوا أوضة البريد مقفولة، دقوا الجرس، الموظفة قالت لهم انتوا مين؟ قالوا لها احنا جايين نرش العناكب. قالت هكلم الأمن. قال لها أندرو هو اللي بعتنا. مين أندرو؟ اللي هو لاحظ بس اسمه من على صدره. قالت خلاص طالما هو بقى بعتكم اتفضلوا. ايه ده يا جماعة؟ ايه ده؟ فيلم وعرق بقى وكله ايه، انا خايف.
هتقفش ولا ايه؟ الدرس الكبير من ان نتعلمه من القصه الجميله دي، النجاح كله كان بسبب الملاحظة القوية. عرف اسم اندرو من البادج، عرف الباب اللي ممكن يدخلوا منه، استغلوا الزحمة والاسانسير ولبسهم والدنيا دي كلها عشان يهربوا من السكيورتي لما شافوا طلع المسقط وطلع الاسانسير، وتصرفوا بسرعة وثقة. وطبعا حتة اللي هي اللي انا جعانة في الاسانسير دي كانت زي الفل يعني. خلت الست تقول لها يا عم اطلع يا عم يلا انجزوا شغلكم عشان تروح تاكل البنت المسكينة. طيبة قوي الست دي مصطلح الحكومية. عاوز بقى تبقى شاطر في الاوسنت لازم تمرن عينك وكده، ولسه ايه هنتكلم عليها في السيناريو التاني. السيناريو التاني، الفخ وقع بسبب غلطة شكلها كان صغير لكنها كانت مشكلة كبيرة. انت دلوقتي في مهمة ضخمة جدا، هدفك هو محامية مشهورة، يعني بتركز على أدق التفاصيل وتطلع الكلمة الغلط من الكلام. شغاله في شركه امريكيه كبيره، مطلوب منك انك تعمل ايميل فيشنج او سبير فيشنج متقن عليها. تبعت لها ايميل بشكل طبيعي ومحترف، ويكون في رابط فيه بيلود او ملف خبيث يحملها على جهازها وتمسك وتخش الشبكه. طبعا انت حر تستخدم اي حاجه انت عايزها، فانت المفروض تعمل ايه؟ طبعا هو من عالم الاوسنت جمع معلومات على النت. المعلومه ان المحاميه دي كانت بتشتغل على شويه قضايا في ولايه، بص اسم كده ولايه غريب شويه بس انا هقول ماسا. وصادف ان في تعديلات جديده حصلت من كام يوم عن الضرايب في الولايه دي. فهو قال لنفسه، او مش من كام يوم، هو ما حددش بالظبط. فهو قال لنفسه حلو قوي الحته دي كويسه، اخش منها اكلمها عن التعديلات اللي حصلت، وبما انها شغاله على قضايا في الولايه دي فايه ساعتها هي هتهتم تفتح الايميل وتشوف الدنيا دي. جهزت الايميل شكله احترافي، مفيش تهديدات. في رابط اللي هو طبعا فيه البيلود، حطيت فيه ميعاد للرد عشان يبان شكله رسمي، كاتب فيه شويه معلومات بسيطه كده عشان تخليها تقول خليني اضغط واشوف التفاصيل وكده يعني. وبسرعه لما بعت الايميل في خلال دقايق اتقفش، والايميل اتبلغ عنه والحمله كلها باظت واتفضح. الغلطه اللي هو عملها شايفها بصراحه غلطه تجميع معلومات، يعني كان المفروض يركز اكتر يعني. الكاتب بيقول لك خد شويه وقت ووضح الغلطه. ايه هي الغلطة؟ آه ان الكاتب كتب اللي هي ستيت، اللي هي ولاية ناسا دي، ولا مش عارف اسمها غريب كده. دي ولاية، وهي في الحقيقة مش ولاية، هي حاجة عاملة يا شباب شبه ايه؟ ممكن مقاطعة مثلا، او ايه، اماكن في اكتر من حتة في العالم. ممكن تقول مثلا قبيلة مقاطعة. يعني هي مش ولاية من الاخر يعني. هي حاجة كده زي ايه، هي حاجه كده اسمها كومنولث. يعني ممكن تبحث عن الكلمه اكتر لما بحثت حاجه كده عامله شبه ايه، اماكن كده مع بعضيها في العالم، مش ولايه يعني، مش ستيت، مش حاجه معينه كده يعني. والمحاميه طبعا شغاله في القانون وتفاصيل التفاصيل، فعشان كده فهمت الدنيا وقفشت كل حاجه وبلغت عنه وعرفت اللي هي اساسا مش ستيت، مش ولايه، والدنيا باظت. الدرس المهم من هنا، التفاصيل الصغيره بتفرق جدا، خصوصا لو بتتعامل مع حد بيركز في التفاصيل، اذا كان محامي، دكتور، مبرمج مركز. لو من مبرمج مركز بقى، كلمة كده، كلمة صغيرة ممكن تبين انك مش الاصلي اللي بعت الايميل وتتفضح. عشان كده لازم تكون مكان الضحية وتفكر زيه، وتشوف هم ممكن يلاحظوا ايه، وايه اللي ممكن يطمنهم، وايه اللي ممكن يخليهم يشكوا. طب ازاي تدرب دماغك على التفاصيل دي وتظبط نفسك؟ انا بقى عايز ابقى بقى واحد بكتب سيناريوهات جامدة بقى، واللي هو ايه، مش سيناريوهات، اخش اماكن وكده. او تظبط دماغك على حتة اللي هو الايه، مهارات المراقبة. الكاتب بيحكي لك طريقة ذكية جدا عملها عشان يدرب نفسه على الملاحظات والذاكره وكده. لعب لعبه كابتشر ذا فلاج بس في الحقيقه مش الامن السيبراني. يعني ازاي؟ قواعد اللعبه، لما تخش اي مكان، مثلا عياده الدكتور، لازم ترصد اول اتنين تشوفهم، تلاحظ فيهم الحاجات دي، لبسهم، بيعملوا ايه، بيكلموا مين، بس بدون ما تكتب حاجه، وبدون ما تبص اللي هو تبص لهم بصه كده تقعد تراقبهم، لا بص اللي هو ايه، محدش يلاحظ وانت تجمع كل المعلومات دي. وبدون ما تنسى طبعا هدفك الاساسي لو انت رايح حاجه تخش على الدكتور، يعني ما تقعدش يعني تراقبهم وخلاص. مثال، دخل مكتب دكتور لقى ست كبيرة على الشمال لابسة بلوزة زرقاء وبتقرأ في مجلة وومنز داي، وطفل صغير لابس تيشيرت مخطط بيلعب في لعب كده على الأرض. وبعدين طلع من المكان يحاول يفتكر كل حاجة. بعد كده بدأ يعقل التحدي شوية ويفكر فيه، يفكر في إيه، هل اللي كان بيقرأ كان فعلا مركز ولا بيحاول يبان إن هو كده. اللي لابس ساعة في إيده اليمين يبقى إيه غالبا، يعني أيمن أو أيسر قصدي. اللي جسمه مايل بعيد عن التاني، اللي كان قاعد كده هو مايل بعيد عن التاني، يبقى شكله مش بيحبه او قرفان منه. اللي هو يعني هو طالع من المكان قاعد بقى يلاحظ، يعني ده كان عامل كده تقريبا كذا، ده كان عامل كده تقريبا كذا، ده كان عامل كده تقريبا كذا. ليه ده مفيد في الهندسه الاجتماعيه؟ علشان كل تفصيله صغيره بتسالك قصدي بتساعدك
تفهم اكتر عن البيئة وعن الناس وعن السلوكيات وازاي تتعامل معاهم وازاي تبني سيناريو واقعي يخيل عليهم ويخش في دماغهم. الخلاصة: راقب التفاصيل كويس، اتعلم من فشلك قبل نجاحك، مرن عقلك على الملاحظات والذاكرة، وإياك تصغر التفاصيل لأنها ممكن تكشفك. في الجزء ده من الكتاب هنتكلم عن اللي تشوفه مش دايما اللي تقصده، يعني ماذا تتوقع أن تحصد. هنشرح دلوقتي الفكرة. في الجزء ده من الكتاب بيكلمنا عن مرحلة مهمة جدا في السوشيال انجينيرنج، هي المراقبة والتوقع. ويبدأ يسأل سؤال فلسفي شوية: ايه اللي المفروض تتوقعه من قدرتك على الملاحظة؟ وبيحكي لك عن تجربته لما بدأ يتعلم قراءة لغة الجسد وتعبير الوش مع دكتور اسمه بول إيكمان. الراجل ده حرفيا عالم ازاي تقرأ الوشوش زي المخابرات كده، هو حريف في الحته دي. في البدايه كريس حس انه بقى سوبرمان، وبقى بيبص على اي وش اي حد يعرف كل حاجه عنه، زعلان، خايف، بيكذب، مستخبي، مش عارفه ايه. بيخبي حاجه، مستخبي ايه. وبعدين يبدا يربط ده بحركه جسمه، ويربط كل الكلام ده ويقول هو تقريبا هو هيعمل كذا. يعني بيقول لك ايه، انا جامد. وفعلا كان بيقول له هو اللي بيقول. كان 75% من الوقت التوقع اللي بيحطه في باله بيطلع صح، و25 بس في المية بيطلع غلط. الدرس القاسي اللي الدكتور إيكمان تقريبا يعني قال له عليه: يا كريس، علشان شفت ايه اللي حصل ده مش معناه انك عرفت ليه حصل. طبعا دي جامده، وهنقول دلوقتي ليه. ودي بقى جمله تستاهل تتكتب على حيطه المكتب بتاعك لو انت ناوي تبقى سوشيال انجينير. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تلاحظ ان شكل شخص متضايق، لكن ما تبقاش عارف هو ليه متضايق. ممكن يكون عنده وجع في بطنه، مش بس زعلان اللي هو شاف خلقتك يعني. مثال حي على سوء التقدير ده: كريس كان في يوم بيدي كورس فيه، ولاحظ ان في واحد من الطلاب وشه بقى مكشر وبقى متضايق. وكريس كان بيحكي يعني خبرة يعني وتجارب ليه وحكايات زي دي. فهو قال في دماغه: اكيد هو متضايق عشان مش مصدقني، وقرر ينسحب. والولد ده طبعا بعدها اتسحب، طلع من قاعة. بعدين هو في البريك الولد جه للكريس، قال له: على انا اسف ان انا خرجت عشان مديري بعت لي رساله وقال لي لازم أنا احضر دلوقتي في مكالمه طوارئ عن الشغل. فكريس قعد يضحك ساعتها وقال له: يا ده انا ده انا فعلا كنت غلطان، ده انا فكرت كذا كذا كذا، اللي انت متضايق مني عشان مش مصدقني وكده وكده وكده. وهنا بقى حصل سوء التقدير. وعشان تعرف انك مش عشان بتلاحظ اللي قدامك عارف ليه هو كده، مش عشان حد اول ما شافك اتضايق ممكن، بس مش عشان يعني او اللي قدامك يتضايق فجأة ده معناه اللي هو اتضايق من كلامك. ممكن حاجات تانية تبقى بتحصل، انت شفت ايه بس ما شفتش ليه. صور وتحليلها كمثال عملي للملاحظة. بعد كده الكاتب بياخدنا في مشهد مختلف خالص، بيوريك صورة العربية وبيقول لك كسوشيال انجينير قول لي انت لاحظت ايه من الصوره. اول حاجه لقى هنا ستيكر لدعم مرضى سرطان الثدي. وبعد كده ستيكر تاني لجمعيه خيريه للاطفال. وبعد كده ستيكر تاني بيتكلم عن قانون بيشدد عقوبات الجرائم. فانت لما شفت الاستيكرات دي كلها على عربيه حد تفتكر ايه؟ ممكن حد في عيله صاحب العربيه دي يكون مريض بالسرطان، ممكن يكون عنده اطفال ومهتم بقضايا الاطفال، ممكن برضه بيكون بيأيد القوانين الصارمة ضد الجريمة بالسلاح. ده معناه اللي هو ممكن يكون يتعرض لمشكلة زي كده، حد من قرايبه اتعرض، حد من اصدقائه مشكله حصلت له الموضوع ده. يعني من الثلاث استيكرات دول قررت تبدا ترسم بروفايل نفسي وشخصي للشخص ده، وده المفتاح. لكن خد بالك، لو دخلت عليه تقول له انا ضد قانون السلاح غالبا هيطلع يجري يعني منك، فاهم؟ يعني هدفك مش الجدال، هدفك انك تشده للحديث. يعني انت لو بتحاول توصل له رساله ممكن تبدا بحاجه هو بيحبها او بيهتم بيها. يعني ايه؟ بدل ما تحاول تخش في صدام وتقول له انا معاك كده، لا، تحاول تخش له من حته ايه، نقطه تقاطع بينكم. تحاول تمشي معاه في السكه في التوازي، تخليه ايه، ما يفكرش ويحس ان انت الاتنين عندكم نفس التفكير. خليك فاكر ان السوشيال انجينيرنج هدفها او الحاجه اللي بتخليها تنجح ما تخليش قدامك يفكر او يتعصب او حاجه زي كده. انت بتحاول توصله لاكتر مرحله من الامان في الدماغ والدنيا، اللي هو ايه، انت كانك صاحبه، مش اللي هو تقف قدامه وتتعارك معاه. الصورة التانية هنا صورة المكتب، انت ملاحظ منها ايه؟ الصورة التانية هنا لمكتب فيه حبة حاجات متلخبطة كده. ده ممكن يوديك يقولك ايه عن الشخص ده: نوع الجهاز اللي بيستخدمه، الشخصية دي من كرتون هو بيحب يتفرج عليه او انمي او حاجة زي كده. ايه انمي دي؟ انمي. ونوع التابلت اللي بيستخدمه، المتصفح اللي بيستعمله، برنامج البريد الالكتروني اللي بيستعمله، شعار لمسلسل معين يكون بيتفرج عليه اللي هو مثلا الدمية دي، لافتة في الخلف أو السبورة فيها جملة ممكن تكون معقدة شوية أو فكاهي أو حتى انتماء سياسي، يعني هو شكل خطه ما شاء الله زي الزفت.
كل دي تفاصيل بتديك يعني انطباع عن الشخص اللي قاعد على المكتب ده. الملاحظة مش انك تشوف، ده النهاية والملخص بتاع الجزئية دي. الملاحظة الحقيقية انك تفهم السياق وتربط النقاط عشان تعرف امتى تتكلم وازاي تتصرف. المفتاح الذهبي هنا: just because you can see the what doesn't mean you know the why. يعني جملة بصراحة كويسة. دلوقتي هنتكلم عن التكنيكال اوسنت. التكنيكال يعني دخلنا في الاستخدام، ايه الادوات. عارفين يا شباب، هو هيمسك واحد صاحبه هيجيب ناقص مقاسات هدومه حرفيا. ودلوقتي طبعا احنا هنمشي وانت هتشوفوا ازاي هيهزق صاحبه ده. جزء ده من الكتاب بيتكلم عن الجانب التقني للاوسنت، اللي هو جمع معلومات من مصادر مفتوحه يعني وكده، اوبن سورس انتليجنت. وبيركز بشكل عملي على الادوات والاساليب اللي الكاتب بيستخدمها يوميا في الشغل. اول حاجه الكاتب بيقول لك ما تزعقليش ولا تعارك معايا، انا مش هروح اقول لك خد الادوات دي واستخدمها، انا مش عامل موسوعه وكل الشغل ده. وبرده الكاتب قال لك، هو قال لك بقى، هو هيقول لك انا بس هقول لك حبه الحاجات اللي بستخدمها في يومي. وبرضه هو مش عايز يقول لك ادوات، لان ممكن بعد ما الكتاب ينزل، هو فعلا الكتاب نزل من فتره طويله، وبرضه كان زمانه لما نزل بعدها كام شهر الادوات ده بتتشال، فهو مش هيكتب اسم اداه روح هاتها اهي تبحث انت عنها تلاقي الاداه اتشالت. اي نعم، يعني في حاجات زي كده يعني اتشالت اتكلم عنها، هو كان معاه حق في كلامه. اول حاجه، هو في اتنين من خبراء في المجال هم اتكلم عنهم في البدايه. واحد اسمه نيك حاجه كده، رحالة بريطاني، واتعلم منه حاجات كتيرة عن الاي بي ايز وازاي تستغل السوشيال ميديا لجمع المعلومات وكده. هو ده اللي هو هيجيب قراره. وحد تاني اسمه ميشيل تقريبا، الراجل ده ملك التخفي على الانترنت، وعنده ادوات قوية جدا لجمع المعلومات من السوشيال ميديا ومحركات البحث. وبيأكد الاتنين ظهروا في بودكاست ذا سوشيال انجينير، لو حابب تسمعه. يا شباب، انا قلت لكم في اول برضو حاجه اللي هو عامل بودكاست. بص يا شباب، الراجل ده عمل كل حاجه في السوشيال انجينيرنج، خلى ليها تحديات، خلى ليها كتب، شركات، كورسات. يعني الراجل ده ما سابش حاجه في السوشيال انجينيرنج، حتى البودكاستات يعني اكيد لازم يخش فيها. السوشيال ميديا منجم ذهب حقيقي لاي مخترق اجتماعي. الكتاب بيبدا اول قسم تقني بالكلام عن السوشيال ميديا، ويقول لك زمان لو كنت قريت مذكرات لحد من قريبك مثلا في البيت كنت هتاخد علقه، وانت ازاي بتشوف حاجته السريه وكده. دلوقتي انت لو ما علقتش على البوست اللي هو منزله بيحكي فيه يومياته، انت دلوقتي هو عايز منك ويقول لك ايه، انت مش مهتم بيا والحاجات دي. ده حقيقي، اعمل لي لايك واعمل لي كومنت والشغل ده. يا لهوي يا شباب على السوشيال ميديا وقرفها. وبيشرح لك بارقام من 2017: اكتر من 3.7 مليار بيستخدموا النت، اكتر من 2.7 مليار نشيطين على السوشيال ميديا، اكتر من 5 مليار عندهم موبايلات. وده معناه ان في كميه معلومات مهوله على السوشيال ميديا تقدر تستخدمها كهاكر اجتماعي. طبعا الحاجات دي زادت، الشباب الكلام ده 2017، دلوقتي ممكن تكون الضعف ولا اكتر كمان. طب ايه اللي ممكن تعرفه من منصات زي لينكد ان وفيسبوك وتويتر؟ لينكد ان ممكن تعرف الوظيفه الحاليه والوظيفه السابقه ليه، اماكن اللي درس فيها، الجوائز والانجازات، الناس اللي بيأيدوا مهاراته وممكن يكونوا اشتغلوا معاه، توديها من حته لحته لحته لحته. يا جدعان دماغ الاوسنت دي حرفيا زي اداه ميلتيجو، هنتكلم عليها في الاخر. اعتقد قلت اسمها صح، مش عارف، لو قلت اسمها غلط هقولها لكم في الاخر. الفيسبوك ممكن تجيب منه ايه؟ الاغاني والافلام اللي يحبها، الاماكن اللي زارها، المكان برضو اللي درس فيه اوقات بتلاقيه، الاصدقاء والعيله، صور الانجازات، الاماكن اللي عاش فيها، كذا كذا كذا، يا كتير كتير. والتويتر بيقول لك او اكس حاليا: بتفكر في ايه دلوقتي، بتاكل ايه، حالتك النفسيه، موقعك الجغرافي. الحاجات دي دلوقتي بتعرف من سناب شات يعني، مش من تويتر بس. ايه ماشي من الاخر يعني، انت عرفت الفكره العامه اللي هو ايه. من الحسابات بتاعتك كده انت ممكن تجمع معلومات للارض. معلومه كده ممتعه، قال لك في البودكاست بتاعه جربوا اداه اسمها analyzewords.com، وخلوها تحلل تويتات واحده اسمها ميشيل معاهم. الاداه قالت انها بنت فضائيه من كاليفورنيا، رغم ان شخصيتها في الحقيقه كانت العكس تمام. بس هل كده الاداه غلط؟ لا، لكن الاداه قالت شخصيتها على النت من خلال التويتات اللي بتنزلها. ما تخلطش ان في شخصيه عامه بتكون ماشيه في الشارع معاك، شخصيه الناس على النت عامه عاديه عادي، وشخصيه على النت. وده طبعا اللي اغلب الشباب والمراهقين للاسف واعيين فيه: انا عندي شخصيه على النت، انا واحد جامد، انا كول، مش عارف ايه وهو في الحقيقه انا اهبل، فاهم يعني. بس على فكره ده مش هيقلل من انك انا كده مش عارف، انا كده عايز شخصيه حقيقيه. لا، انت بتتعامل معاه على النت، ما انت لو هتبعت له ايميل او حاجه، ما هو انت بتتعامل مع شخصيته على النت مش شخصيته في الحقيقه، فاهم. فكر كده في الموضوع اكتر وهتفهمها. الخلاصه: السوشيال ميديا هي اول محطه لاي هاكر. الناس بتحط كل حاجه عن حياتها هناك حرفيا، مش عارف ليه يعني، مش عارف ليه.
استعمال المنصات دي كويس، استخدم المنصات دي كويس عشان تفهم هدفك، بس خليك دايما واعي ان كل اللي انت بتعمله ده مش ممكن يكون حقيقي في 100%. انت في الاخر بتستعمل ايه؟ السوشيال ميديا. ودلوقتي هنخش على محركات البحث وفضايح الانترنت. الانترنت بيكبر كل يوم، وكمية المعلومات اللي عليه بقت بالمليارات، او مش بالمليارات بقى، بالتريليونات او باليوتابايتس، اللي هي الارقام الغريبه دي. واحد وصفار كتير يا شباب، معديه ال 20 وال 25 كده. لكن هنا بقول لك الناس العاديين ممكن يستفيدوا من التطور ده، بس كمهندس اجتماعي كان بيعتمد على الادوات دلوقتي بتتشال، بتتغير، بتتعمل. الواحد هيتخنق، فانت كمهندس اجتماعي بتبقى متضايق من التطور ده. ليه؟ مثلا هو بيقول لك اول حاجه، مثلا هو كان بيستعمل اداه اسمها سبوكي. الاداه دي كان موقع زمان كان جبار، ان تخش تلاقي معلومات عن اي ناس، اي شخص بسهوله. لكن لما الناس بدات تستخدمه وبقى مليان مع اعلانات، وبقى بيقول لك ادفع عشان تاخد المعلومات، وبعد كده بقى بيقول معلومات مش دقيقه. وطبعا انت كمهندس اجتماعي هتاخد معلومات مش دقيقه، تروح تتاكد منها من مكان تاني، انت بتضيع وقت، وانت الوقت هو هدفك كمهندس اجتماعي. يعني باختصار، لما المصدر يبقى محتاج تتحقق منه كل مره، تاخد منه معلومات بعد كده تروح تتاكد منها، هو يبقى كده شكرا، يعني هعتمد عليك ليه يعني؟ ليه مش هديك لستة مواقع؟ ليه الكاتب بيقول كده؟ انا مش هقدر اديك لستة مواقع، ده انا قلتها برضه من شويه يا شباب. مش الكاتب بيقول لك انا مش هقدر اديك لستة مواقع، لان بمجرد ما الكتاب ده ينزل السوق، الادوات دي غالبا هتكون قدمت واتغيرت فعلا. معاه حق. افهم الفكره والاداه بتعمل ايه، وابحث انت عن نفسك دلوقتي بالاداه اللي ممكن تعمل كده دلوقتي. ابحث يا شباب، سيرش. بدل ما نديك ادوات نمشي مع بعض خطوه بخطوه عن طريقه التفكير الصح ونعمل شغل عادي زي ده كله، لا. سيرش بنفسك، تمام. كل الادوات اللي احنا دلوقتي هنستخدمها ونشتغل عليها ونظبط فيها هتبقى على شخص اسمه نيك فيرنكس او فيرني، الله اعلم هو ده الاسم يعني. ده وراجل فاهم وعنده وعي امني عالي. بس حتى الناس اللي زي نيك ممكن تلاقي عندهم حاجات كتير على الانترنت، وده اللي احنا دلوقتي هنمشي فيه ونطبق عن كل الحاجات دلوقتي معانا. لقينا ايه؟ اول خطوه موقع بيبل. ده موقع جامد، الكاتب بيقول لك تقدر تدور فيه باسم شخص او اليوزر نيم بتاعه او حتى اللقب. هو كتب اسم اليوزر نيم بتاع صديقه بتاع تويتر، ولقى صورته ومعلومات مرتبطه بيه واسمه مستخدم جديد، وشخص كده اسمه كريس تقريبا بيظهر معاه في حاجات كتير. لقى ايه؟ تخيل بقى اللي لقاه من خلال الموقع ده بس. مكانه بريطانيا، وكمان لقى المكان اللي هو قاعد فيه بريطانيا بالظبط، بس مش اللوكيشن يعني المدينه او حاجه زي كده. حسابه على فيسبوك بيحب يتزلج على على الجليد كتير. لا، حساب تاني ليه، وده اللي اعرفه اللي هو بيحب يتزلج على الجليد. شغله القديم لينكد ان، المدرسه اللي درس فيها. يا شباب كل المعلومات دي، كل المعلومات دي، ياه. كده بقى عندنا باكج محترم من البيانات. الخطوه اللي بعد كده ويب ام اي اي. موقع بيوريك قد ايه الشخص ده ظاهر على الانترنت. دور على اسم نيك، لقاه مش قوي، وفي فتره طلع كان فيها مشهور شويه يعني، او الناس بتخش على صفحاته كده اكتر يعني. الفتره دي لما هو ظهر في بودكاست تتكلم فيه وكده يعني. وصوره غريبه كده لحد لابس لبس حيوان او حاجه زي كده، اللي هو الاونيسي، او اللبس اللي هو بيتلبس على بعضه ده يا شباب يعني. طلع الفيديو معمول بواسطة واحد اسمه توبي، نفس اسم التاني. وده طلع ابنه، يعني كمان عرف مكان ابنه وظبط الدنيا. واديك دل لقيت حاجة تانية، العيلة بتساوي فرصة تانية للهجوم، خاصة الأطفال. والصور كمان دي كنز. ليه؟ جاب الصورة، عمل عليها بحث عكسي باستخدام جوجل ايمج سيرش. اكتشف بايه بقى لما دخل الصورة بنفس الفكر، حتة كده من اليو ار ال، شباب مش حمل الصورة يعني كده. اكتشف ايه؟ ان هو عنده بلوج، وكتب قبل كده في موقع ليه علاقه بالامن السيبراني، ومقابله قديمه ليه ذكر فيها في الاخر الايميل والموقع الخاص بيه. انت عرفت الموقع والايميل يا شباب؟ ايه ده، ايه ده؟ يلا بعده، اللي بعده صاحبه اعتقد قطع معاه بعدها. هو برضه الكاتب كان بيقول كده، انا ما اضمنش اللي هو يبقى صاحبي بعدها. واخيرا هو اي اس، يعني هو از. خش على الموقع ده، هو كده بيقولك كده. اكتب الدومين بتاع الموقع بتاع نيك، وهتلاقي معلومات بسيطة زي موقعه متسجل من زمان، وهو حاجزه لفترة قدام برضه كتيرة، والدومين مختفي، وده ذكي جدا. الخلاصة، في شوية كليكات بسيطة قدر يجيب حاجات كتيرة قوي عن نيك: بيانات شخصية، موقعه، شغله، ولاده، الايميل، صور، بودكاستات، ومصادر تانية ممكن تساعدك انك تعمل عليه فيشنج او فيشنج. يعني ما عرفناش الباسورد بتاعه، بس لو عايزين تعمل هجمه تجيب الباسورد، تجيب تليفونه، وتجيب النت، وتجيب الدنيا كلها عنه، هتعمل كده. انت لقيت اوريدي حاجات كتيره جدا.
جوجل محرك السحري. يعني ايه؟ الكل يعرف جوجل اكيد. لو عندك بقى فكرة ازاي تبحث صح في جوجل، ده هيخليك حاجة يعني توب التوب. جوجل يعني عامل زي العفريت في عالم المعلومات، يعرف كل حاجة تقريبا. طب السؤال هنا، جوجل يعرف كل حاجة، ازاي بقى انا اجيب الحاجة اللي انا عايزها بدقة؟ زي كأنك عايز تدور على مثلا ابرة في كوم قش، حرفيا معلومات كتيرة واحد وجنبه صفر كتير، مش هقول ارقام. هنا بيجي دور الاوبريتورز. يعني ايه؟ هم اداه سحريه بتساعدك تركز بحثك على تفاصيل بشكل اسرع، وهنشرح دلوقتي ازاي، وهتحب اول الموضوع ده. انا لما عرفت الموضوع ده من كورس ايثيكال هاكينج من مهارتك، كانت روعه يعني بصراحه. قعدت ابحث كده عن حبه حاجات، ولما تيجي ومفيده جدا لما تيجي تبحث مثلا عن كتاب PDF. بس هقول لك دلوقتي ازاي. عايزين نتكلم دلوقتي عن حبه اوبريتورز مشهورين. اول حاجه انتكست. ده بيبحث لك عن جوجل، بيبحث جوجل عن كلمة داخل النص جوه الموقع ده. زي ما تقول له مثلا بص لي جوه النص ده على الكلمة ده. زي مثلا اندكس محمد، هيجيب لك كل الصفحات اللي فيها كلمة محمد جوه النص، محمد جوه النص اللي بتاع الموقع. تمام. سايت، مثلا زي سايت فيسبوك، بيبحث لك بس في الحاجات اللي ليها علاقه بالسايت بتاع فيسبوك. بيركز بحثه كله على موقع معين. ان يو ار ال، يعني عارف اليو ار ال اللي هو بيبقى فوق ده، بيبحث لك عن كلمه تكون موجوده في اليو ار ال. وطبعا دلوقتي هنتكلم عن حاجات اكتر فيه، يعني مثال كامل يعني. وده بيبحث لك عن كلمه معينه في عنوان اليو ار ال للصفحه. يعني زي مثلا تقول جوجل دور لي على المواقع اللي فيها الكلمه دي في الرابط ده. دي بقى ممكن تنفع مع ايه؟ مثلا سايت عايز تجيب حساب شخص معين، تعمل انتكست اسمه، وبعد كده تعمل سايت ده. فهو مش هيجيب لك بس، جوجل مش هيجيب لك بس غير الحاجات الخاصه باليوزر نيم ده على فيسبوك. اليو ار ال تجيب برضو اسمه برضو، او ممكن بقى حاجه كمان مثلا سيكريت تجيب معلومات تانية. ودلوقتي نقول امثله. فايل تايب دي لو انت عايز تدور على نوع معين من الملفات، زي مثلا PDF. دي طبعا روعه روعه في انك مثلا بتبحث عن اسم كتاب، تكتب مثلا اسم كتاب ان تكست، وبعد كده تعمل الفايل تايب PDF. ساعتها كل الحاجات اللي هتجيلك في جوجل هتجيلك بس PDF. يعني انت في الاغلب الحاجات دي هتبقى اسم الكتاب. لو انت بقى تخش على تكتب مثلا اسم الكتاب، هتلاقي اول 10 مواقع فيهم اتنين بس فيهم PDF. ايه يا عم انت هتقرفني؟ انا عايز بس الحاجه اللي فيها PDF. روعه الروعه. كاتشي لو حابب تشوف النسخة المخزنة من صفحة معينة، زي مثلا ما تقول وريني النسخة القديمة من المكان دوت، مثلا كاتشي اكزامبل دوت كوم هيجيب لك النسخة المخزنة القديمة من الصفحة دي. انفو، لو عايز تعرف معلومات عن موقع معين، زي ان عايز تعرف الموقع ده منين، مكانه، تكتب انفو وبعد كده اسم الموقع، وهو يقول لك منين وكده. القواعد بتاعت استخدام الاوبريتورز. لازم تستخدم الاوبريتورز بطريقه معينه. اول قاعده مثلا، انت ما تسيبش مسافه بعد ما تكتب الحاجه. يعني مثلا يو ار ال تكتب على طول حاجه بعدها، تكتب سايت تكتب على طول بعدها حاجه بعد النقطتين. يعني ما تسيبش حاجه، ما تسيبش يعني مسافه، عشان لو سبت مسافه تبوظ الدنيا. طب مام، لو تاني قاعدة الكاتب اتكلم عنها، لو عايز تستبعد حاجة معينة من بحثك، مثلا ممكن تستخدم الشرطة اللي هي السالب دي عشان تصفي النتائج بتاعتك. مثلا ان يو ار ال عايز تعمل حاجة دوت سي او دوت يو كي. تمام. بس يعني لو هو هيبحث في كل ده، عايز تستبعد مثلا المواقع اللي فيها كوم، اللي هي اخرها دوت كوم، من النتائج البحث. يعني مش عايز اي حاجة دوت كوم بس، هتقوم عامل شرطة سايت كوم. ساعتها هو هيشيل سلك شرك اسف، هيشيل كلمه كوم دي من اي بحث هيجيلك. لو الكلمه اكتر من لو الحاجه انت عايز تبحث عنها اكتر من كلمه، هتحط علامتين تنصيص هنا وهنا. يعني انت عارفين الشغل في البرمجه ولينكس وكل ده يعني. مثال عملي للبحث من خلال جوجل عن صاحبنا دوت، الراجل المحترم اللي هو شفاه من المعلومات. المؤلف في الكتاب هنا بيوريك مثال عن واحد اسمه نيك، اكيد عارفينه يعني. في البدايه هيبدا يبحث عن كلمات، مثلا زي هيعمل اندكس نيك اسمه، وده اليوزر نيم بتاعه. هتلاقي بيقول لك ايه بعد كده هيجي لك كلمة يو كي. ده بيخلي البحث انت عارف هو المكان بتاعه فين بالظبط، ويلاقي تفاصيل تانية زي نيك. ممكن تلاقي بريستون، بريستول. بيلاقي حتى عنوانه واسم الشركه، وكل الكلام ده بيلاقيه في الشغل ده. انت بقى تدور بقى على الحاجات دي المهمه يعني كده. هو كاتب يعني قال لك مثال من معاه. والتوجيه للبحث الدقيق والاروع، انك تقدر كمان تركز اكتر باستخدام جوجل. لو حطيت تفاصيل صغيره في البحث، مثلا لو بحثت عن نيك باستخدام سايت لينكد ان دوت كوم، هيجيب لك
صفحه لينكد ان بتاعته. وده اللي انا كنت بقوله لكم من شويه، انك ممكن تقرب البحث لدرجه ان انت بس بالسيرش بتاع جوجل ده تجيب صفحه واحد انت عايز تعرفه. يعني موضوع في غايه الروعه. الاوبريتورز دي زي السحر اللي يخليك تدور على تفاصيل، تلاقي اي حاجه انت عايزها، سواء كنت عايز معلومات عن شخص او تبحث عن حاجه معينه. جوجل بيخليك تقدر توصل لها، توصل للمعلومات دي. كانت ممكن تبقى بقى صعبه لو انت عايز تستخدمها انت بقى تروح على المواقع دي بنفسك يعني. انت كده كده كأوسنت يعني او سوشيال انجينير، بتستخدم كل حاجه. المغزى النهائي باختصار، جوجل مش مجرد بس اداه بحث قويه، دي كمان ممكن تساعدك انك تجيب معلومات عن اي حاجه انت عايزها. وازاي تستخدم الاوبريتورز بشكل صح، ده هيخليك روعه يعني عبقري. ابحثوا يا جماعه الكلمه دي وابحثوا عن جوجل اوبريتورز، هتلاقي في موقع فيه الاوبريتورز كلها، ممكن تعرفوا واحده واحده وتشوف الموضوع ده هتستفاد بيه ازاي. وهتلاقي معلومات كتيره ودقيقه ودقيقه، والدنيا سريعه وزي الفل. والاوبريتورز في جوجل من افضل ادوات الهندسه الاجتماعيه اكيد. هل عشان الحاجه مكتوب عليها خاص او سري يعني مش كله ينفع يشوفها؟ تعالوا نشوف الموضوع ده مع جوجل. انت لو سمعت قبل كده عن مفتاح RSA الخاص، ده مش غريب ان المفتاح ده ممكن بيستخدم في الاتصالات الامان. لو عندك مثلا مفتاح عام عايز تخليه زي مثلا بطاقة تعريفية، والمفتاح الخاص اللي زي الكود السري بتاع خزنة. يعني ده من الاخر مفتاح عام يعني يا شباب، عشان لو انا قلت معلومة خطأ من اللي قلتهم دلوقتي ما تحبكوش يعني الكلام قوي. المفروض ان المفتاح الخاص ده يكون سري، صح؟ هو المفروض مفتاح يعني حاجة سرية مع اللي بس عايز يفتح الحاجة. لكن لما تبحث عن مفتاح الار اس اي الخاص هتلاقي نتيجة مفاجأة جدا على جوجل. تخيل تحط البحث بالشكل دوت، هتلاقي اكتر من 3000 نتيجة في اقل من دقيقة. تلاقي اكتر من 3000 دقيقة نتيجة عن مفتاح زي ما هو واضح في الصورة اللي تحت دي. يعني حرفيا المفتاح ده مش خاص خالص زي ما كنا معتقدين. هي كل حاجة مكتوب عليها سري لازم أن تكون ما ينفعش نشوفها، أو يعني حاجة زي كده. أحيانا الحكومات بتحدد تصنيفات الوثائق عشان تقول إن المفروض الناس ما تشوفهاش. مثلا شفت مثلا كلمة سيكريت أو توب سيكريت، اللي هو محدش يفتح هنا يا شباب، محدش يفتح. المفروض ده يعني إنها المفروض ده يعني إنها مش لينا. لكن خليني اكون شجاع واقول لك اننا مش لازم نستسلم. لو حاولت مثلا تبحث عن ملفات تحتوي على كلمات زي باسورد، في مثلا حكومة من الحكومات مثلا هنديها مثلا البرمز دوت، هتلاقيه جايت لك ملفات فيها باسوردات. تخيل، هتلاقي نتائج مدهشة زي اللي في الصورة، وده معناه ان في مستندات حكومية تحتوي على ملفات سر جواها، ملفات اكسل. والعجيب كمان انها مش سرية زي ما المفروض يعني تكون هي. ترجمة جوجل بعالم الاحتمالات. المفاجأة كانت لما استخدمت كلمة ترجمة جوجل، اللي هو يعني عشان لما هو حط في الأول كاتب حط هنا كلمة باسورد، ما اشتغلش الموضوع بس عشان هي بلد عربية أو حاجة زي كده. فقام حاطط كلمة رمز العبور أو كلمة السر، حاجة زي كده يعني. مش مهم. كاميرات الويب المفتوحة، يعني موضوع خارج عن السيطرة يعني يا شباب بجد. من الحاجات المدهشة اللي اكتشفتها هي كاميرات الويب اللي الناس مركباها في بيوتها. ممكن احطها بره البيت، جوه البيت كمان احيانا مفتوحة. هتلاقي كاميرات في البيوت، في الحدائق بسهولة، ممكن اي حد يدخل ويشوفها. حتى لو كانت صور حيوانات او بتراقب اطفال، حاجة زي كده. هنكتب مثلا حاجة في السيرش زي ده عن زين ويب 7 ان يو ار ال. هنا حطينا رقم البورت، وهنا برضه حطيناه في الانتكست اللي هيظهر قدامك. وبالصدفة لقيت كاميرات حية لأماكن شخصية. مجرد ما تضغط عليه هتلاقي ايه المكان. يعني كل دول لو انت تكيت عليهم هتلاقي كاميرا مراقبة بتسجل، هتلاقي تسجيل كاميرا مراقبة. انت متخيل تفتح تلاقي كاميرا مراقبة لشارع، محل قدام شارع؟ يعني حرفيا موضوع غريب. ومصادر طبعا تانية للمعلومات ممكن تلاقي حاجات كتير. الجزء ده خلاني متأكد ان جوجل مش بس أداة بحث قوية، ده كمان عبارة عن كنز من المعلومات. ممكن تلاقي حاجة مش مفروض تكون موجودة للعلن نهائيا. كاميرا مراقبة، صور خاصة للناس، مستندات فيها كلمات مرور، أرقام كيز، أرقام بطاقات ائتمانية. يعني حرفيا عبط. الخلاصة، جوجل لو استخدمناه صح ممكن يكشف لنا معلومات حساسة جدا، بس الأهم إننا نكون حذرين في استخدامه. يعني إيه؟ لازم نركز على الحاجات اللي إحنا المفروض نبحث عنها، مش مفروض تتعرض ليها او تكتشفها. وتعرف انت بتنشر ايه طول الوقت، لان كل الحاجات دي بتتحط عندك
ويعني تخيل مثلا انت رفعت ملف PDF من سنتين ثلاثه وتقول يا انا رفعته ومحدش ياخد باله منه. لا، الملف لو هو اسمه واضح في انتكس واضح حاجه زي كده انت هتتجاب، يعني الملف هيتجاب. بس كمان من الناحيه المثيره اننا نشوف قد ايه جوجل ممكن يغير حياتنا ويكشف لنا معلومات كتيره عن ناس واماكن بطريقه غريبه ما كناش نتخيلها. يعني تخيل بيجيب كاميرا مراقبه مفتوحه، يعني انت منتظر ايه يعني؟ الروبوتات مش زي ما انت متخيل. لما كان صغير الكاتب بيتكلم بيقولك كنت عاوز روبوت زي مش عارفة ايه عشان يكون صاحبي وكده. بس احنا هنا دلوقتي مش هنتكلم عن الروبوتات، احنا هنتكلم عن روبوتس دوت تكست. ايه اللي بيستخدموه اصحاب المواقع عشان يقول للروبوتات او الويب اللي مسموح ليهم يشوفوه وايه اللي مش مسموح ليهم يشوفوه. مثال، لو دخلت على ملف زي هو ده لو دخلت على ملف robots دوت تكست في موقع زي وايت هوست دوت جوف، هتلاقي اوامر زي دس allow. يعني ايه؟ يعني مش مسموح انك تجيبها، بس تخيل بقت allow او انت عرفت تلعب فيها او عرفت توصل لها. يعني ايه؟ يعني بعض المجلدات مش مسموح للروبوتات تدخل ليها. ليه؟ هو ده مهم. لو فكرت كمهندس اجتماعي هتلاحظ حاجه مهمه. المجلدات المحظوره المحظوره اللي ممكن مش عايزين حد يخش عليها من روبوتات جوجل ويزورها وكده، ملفات زي ماي سيكوال وقاعده بيانات. بتكتشف ان التكنولوجيا اللي بتستخدمها في الموقع، يعني حرفيا انت دخلت جوه الداتابيز، انت منتظر ايه؟ بعد كده لو المجلدات دي مفتوحة ممكن تلاقي معلومات غير مؤمنة، زي ما حصل مع شركة كده متوسطة كاتب حكى قصتها يعني في السريع. لما اكتشف مجلد الأدمن وبعد كده اكتشف اللي هو غير محمي، ولقى فيه ملفات شخصية زي عقود بنكية وصور جواز سفر. دي يعني الكاتب كان بيقول قصة. كان في واحد مطلوب صاحب شركة يعني متوسطة كده، قال للكاتب عايزك تعمل عليا سوشيال انجينير وكده. وفي الآخر بعد ساعتين كلمه الراجل اللي هو الكاتب بتاعنا، قال له ها أكيد ما عرفتش تجيب عني حاجة، أكيد لقيتني أقوى من كده. قال له لا، انا جبت عندك بطاقه البنكيه والجواز السفر وكل ده من بس ان هو يخش على الملفات دي ويظبطها. الميتا داتا والبيانات اللي خلف البيانات. الميتا داتا هي بيانات عن بيانات، يعني صوره بتطلع منها بيانات وهي صوره اساسا. مين اللي كتب الملف اخر مره حد عدله؟ الجهاز اوقات اللي عمله، تاريخ الانشاء، عدد المرات اللي اتعدل فيها، وحاجات كتيره وكتيره. ده ليه؟ مثلا لو لقيت مستند خاص بالسياسات في معلومات زي تاريخ التعديل ومين كتب المستند ده، ممكن يكون كنز لمهندس اجتماعي. تصور مثلا لو عملت عمليه فيشنج لشخص في الموارد البشريه بناء على المعلومات اللي في الملف ده. لو فكرت هتلاقي في سيناريوهات كتيره، بس انا مش عايز اتكلم يعني عنها. عشان كده ما اتكلمش، يعني مش عايز ازيط يعني. الميتا داتا في الصور، خليني اقول لك حكايه. تخيل في صورة مثلا تلاقيها كده على النت، بعد ما تحملها وتعمل لها ايه تفحصها وتظبطها، تطلع لك مكان واحد تجيب الميتا داتا بتاعتها. لو لقيت صورة على النت، الميتا داتا بتعطيك معلومات زي نوع الكاميرا والوقت والمكان اللي اتاخدت في الصورة. مثال رهيب، صورة مثلا تليفون مفعل GPS طول الوقت. لما اتعرضت على الانترنت، الميتا داتا كشفت مكان المطعم اللي اسمه ايا يكن اللي كان في الصوره دي. انت كده عرفت الراجل ده كان فين، حتى لو ما كانش صور حاجه معروفه توضح هو فين، بس انت عرفت من الحاجات الميتا داتا اللي فيها. طبعا في مواقع بتمسح الميتا داتا، مواقع بتزورها، مواقع بتشيلها، مواقع لما بتيجي ترفع عليها بتحولها عشان ما توضح لهاش، تبعتها واتس، تبعتها فيس، حاجات زي كده، انستجرام. كل حاجه بتتغير وكل حاجه ليها قوانينها وبتغيرها، حتى عشان في حته برضه الميتا داتا دي. ده معناه ان لو كنت بتعمل اوسنت على شخص زي مثلا CEO او حتى شخص عادي، ممكن تلاقي معلومات خطيره جدا من موضوع الميتا داتا لو هو نشر صور او اي حاجه من هذا القبيل. الهجوم باستخدام الاوسنت والمعلومات دي في حاله شغل الكاتب مع فريق اختراق اجتماعي على هدف كبير في مجال الدفاع. استخدم الاوسنت عشان يعرف المكان زي الجيم او الكافيه او الاماكن اللي الهدف بيروحوا كتير. تخيل نشر صوره، حملها، كشف الميتا داتا، عرف الراجل ده بيروح فين كتير بالمنظر ده. عنوان بيته كمان، يلا صوره في عنوان بيتك، عرفت مكان بيتك يلا. وبيقف فين كتير عشان يجيب قهوه والمطعم اللي بيتردد عليه والفكره دي. وده ساعدنا نعمل هجوم فيشنج بايميل مزيف يدعي انه عنده تحديث في البيانات، ونطلب منه رقم بطاقه ائتمانيه وسيناريو كده، وخلال دقائق حصلنا على الرقم. يعني مغفل بصراحه الراجل ده. ادوات مفيده للاوسنت لسه هنتكلم عليها قدام. الخلاصه، في الهندسه الاجتماعيه كل معلومه صغيره زي ملف مثلا روبوتس دوت تكست او الميتا داتا في الصور ممكن تبقى مفتاح لتحقيق كبير. دلوقتي كاتب في الحته دي قال لك حبه كده ادوات، يعني مش دايما هتبقى موجوده او شغاله صح، بس هي ادوات كويسه يعني الكاتب اتكلم عنها. ادوات بيستخدمها في السوشيال انجينيرنج، ادوات دايما تخليها في الشنطه بتاعتك في التول كيت.
في الجزء ده الكاتب اتكلم عن ادوات اللي استخدمها في شغله مدار من 5 ل10 سنين، يعني قبل ما يعمل الكتاب وكده. وهي ادوات اساسيه، اساسها قوي جدا في عالم السوشيال انجينيرنج، ورغم ان الادوات دي بتتغير دايما، ولكن مش عايز كل ده يعني تمسك فيه يعني وكده، بس تفهم الاداه دي بتعمل ايه او حاجه زي كده. اول اداه هو الكاتب بيتكلم عنها بدأت بفكرة بسيطة جدا. كريس كان عايز يستخدم أداة يساعده في الفيشنج ويخلي الضحية يدخل على البيلود وكل ده وينسخ صفحة الويب. هو ما ذكرش اسم أداة معينة، بس عارفين يا شباب الفكرة دي. سيبوني بس أكمل السكريبت وأقول لكم بتعمل إيه. واختار اخترع واحد صديقه أداة زي كده بتعمل كده في اقل من 24 ساعه وظبط الدنيا. الاداه دي اتطورت كتير لدرجه ان في منها مميزات اكتر من افكار كريس الاصليه. مع تحديثات يوميه بقت واحده من اهم الادوات. تخيل مثلا اللي هو ايه، عايز تبعت لحد صفحه فيسبوك يسجل فيها يعمل لوجن، تبعت له صفحه زي فيسبوك بالظبط. عايز اداه مثلا تنسخ كل ده، بقى في بقى ادوات بتنسخ الموقع ده، ولما انت تحطها فيها وتبعت له الموقع ده، لما يعمل مثلا لوجن الموقع البيانات هتجيلك انت بدل ما هو هتجيله. فاهم؟ يعني اعتقد فكره من الكاتب كان بيتكلم عنها، اللي هي تاخد نسخة لأي موقع صفحة ويب. بعد كده الكاتب اتكلم عن انتل تكنيكس. ده موقع واحد صاحبه اللي هو عامله، اللي هو ذكره في الأول، عامل حبة أدوات يا شباب. بصوا كل ده وحاجات يعني جامدة. دي مش أداة واحدة، دي مجموعة من الأدوات بحثية رهيبة. مايكل بازل خبير في البحث عن الأشخاص وحمايتهم على الإنترنت، جمع معلومات اللي هو اتكلم عنه في الأول أعتقد، او لا مش عارف. جمع معلومات ضخمه عن ادوات بحث عن الناس، ارقام تليفوناتهم، الاي بي بتاعتهم، وحتى صور معكوسه. الموقع هو بيتيح لك الحصول على ادوات كتيره، وننصحك انك تخش الموقع حتى تقعد فيه حبه وتاخد لفه كده وتشوف الدنيا فيه. وبعد كده الكاتب اتكلم عن أداة اسمها فوكا. الأداة دي غيرت اللعبة تماما. بيقول لك الأداة دي كل شوية بتتحدث وبتكبر وبيشيلوها ويحطوها ويعملوا فيها حوارات كتيرة. ودلوقتي برضو أعتقد برضو نفس الفكرة لسه عليها يعني. الأداة دي قوية جدا في استخراج الميتا داتا من الملفات، وبتساعد في جمع المعلومات من التارجت اللي أنت عايزه بالظبط. أداة مالتيجو، أداة حرفيا للجميع. أداة دي من الأدوات المهمة جدا، لأن أنت مثلا بعد ما تجمع كل المعلومات دي من كل حته، تخيل بقى تعمل جراف تربط حسابه من هنا على حسابه من هنا، حساب الانستجرام بحساب التويتر بحساب انت حرفيا بتصمم دنيا على الشخص والهدف، موقعه بالاي بي بتاعه. وكان في من فتره يعني خبير في التحقيق الجنائي كان عامل ده مالتيكو، بس كان عامل البرو او البريميوم بتاعتها، كان رابط سلسله ممكن 100 ولا 200 حاجه، قاعد يوصل كل حاجه. وانا كنت بصراحه مبهور من الشكل الروعه اللي هو بالتنظيم ده كله. يعني بعد ما بيعمل كل المعلومات دي بيعمل الخريطه الذهنيه دي. طبعا في منها حاجة مجانية يعني ممكن تعملها ببساطة من جلاف يعني. الملخص الملخص بتاع النهائي بتاع الفصل كله. الفصل كان طويل، آسف، ده أطول فصل في الكتاب، فما تخافوش الفيديوهات مش هتطول بالمنظر ده الجاية يعني إن شاء الله يعني. المعرفة هي القوة. لو اتبعت المبادئ ومارستها بشكل مستمر هتعرف تجيبها. هتبقى محترف في جمع المعلومات واستخدامها لصالحك. بعد ما جمعت كل البيانات دي هيكون عليك تبدأ تحضير بري تكست، هي القصة الخلفية، وتستخدم المعلومات دي لفهم شخصية وطرق تواصل الضحية. في الفصل الجاي هنتكلم عن ازاي تحلل البيانات دي وتجمعها وتتأكد من تفاصيل هتساعدك في تنفيذ مهمتك بشكل أفضل. والحمد لله كده انتهينا من شرح الفصل الثاني في كتاب سوشيال انجينيرينج. ما تنساش تشترك في القناة وتدعو لاخواتنا المستضعفين في جميع انحاء العالم وفي غزة، ربنا معاهم وربنا ينصرهم. وتروح تليجرام عندنا وفيسبوك ولينكد ان وقبيلة. وما تنسوناش من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.